زي ما كلنا عارفين ان الجوكر من اكتر الشخصيات السايكو في عالم دي سي، بس الجوكر شخصية عشوائية مش في ذكاء واحد زي باتمان. فتعالى كده نتخيل لو باتمان بقى سايكو والذكاء ده راح ناحية الشر، فايه ممكن يحصل؟ بصراحة اللي هيحصل كتير وكتير قوي كمان، وده كله هنعرفه في الفيديو بتاعنا. فلو انت بقى بتتفرج علينا لاول مرة متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف بارت 2 والحلقات الجاية، وتشير الفيديو مع اصحابك برضو عشان يشوفوه. ومن غير رغي كتير يلا بينا على الفيديو بتاعنا، وده بعد الانترو. هو بروس وين من إيرث 22. قصة بدايته في إيرث 22 مش مختلفة عن باقي النسخ. وهو صغير شاف أبوه وأمه هما بيموتوا، فقعد يتمرن على مدار السنين عشان يبقى باتمان ويقدر يبقى حامي مدينة جوثام. وبرضه كان عنده مساعدين كتير على مر السنين زي بات جيرل ونايت وينج وريد هود وروبن، وطبعا كان عضو في الجاستس ليج. الأمور اتغيرت بقى في فترة أما بدأ الجوكر يقتل في الناس في كل حتة في جوثام، وده لما عرف إنه بيموت فقرر ياخد الكل معاه. سايكو يعني مش هزار. الجوكر ساعتها قتل كل أعداء باتمان زي بينكوين، كات وومن، كيلر كروك، حتى قتل صاحبه المحقق جيم جوردون، وده لما سيح وشه بحمض. بعد كده الجوكر خدر باتمان وشل جسمه مؤقتا، بس عقله كان واعي وبيشهد على اللي بيحصل من غير ما يقدر يعمل اي حاجه. ساعتها الجوكر فجر مستشفى كامله قدام بروس، وكان بيجيب الناس ويقتلهم قدام ولادهم، وبعدين يحقن الاولاد الصغيرين دول بالسم بتاعه، وبيقول لباتمان انه كده بيعمل هجين بينهم بحيث خلاهم فاقدين للاب والام من صغرهم زيه. باتمان في النهايه رجع له السيطره على جسمه وكان متعصب، وده من اللي الجوكر عمله، وما كانش شاف قدامه وكسر رقبه الجوكر. لو عايز تعرف ايه اللي حصل تاني اعمل لايك وسبسكرايب لو ما عملتش، وتعالى كمل الفيديو بقى. الجوكر كان حاطط الغاز السام بتاعه في حاله انه لو مات هيأثر على القريبين منه، وفي الحاله دي لسوء الحظ كان باتمان. بعدها بتاع يومين كده سوبرمان كلمه على انه قتل الجوكر، وباتمان اكد له ان دي ما كانتش نيته وانه مش ناوي يخلي القتل عاده عنده. بعدها بفتره باتمان دعا بات جيرل ونايت وينج وريد هود وروبن للبات كيف بتاعه. كانوا فاكرين حالته وحشه وعرضوا عليه انهم يساعدوه باي طريقه، بس هو قال لهم مش محتاج مساعدتهم، وانه دعاهم عشان هو عارف انهم اول ناس هيحسوا لو حصل له اي تغير. وحصل بقى اللي بالي بالك. راح باتمان مفاجئهم وطلع مسدسين وقتلهم كلهم، وبعدين اقنع داميان ابنه انه ينضم له وحوله بجهاز الجوكر، وبعدين استرجع كل الاطفال اللي الجوكر كان حولهم وخلاهم اكنهم جيش من الحيوانات الاليفه، اطلق عليهم اسم رابيد روبنز. ما عداش اسبوعين على موت الجوكر وكان باتمان قتل باقي اعضاء الجاستس ليج باستخدام مخزون الاسلحه بتاعه الاشرار اللي بنوها على مر السنين عشان يقتلوهم. باتمان عمل كمين لسوبرمان في جاستس ليج ووتش تاور واطلق عليه غاز الكريبتونايت، وجاب قدامه لويس وابنه جون وقال له اكذب عليهم وقول لهم ان كل حاجه هتبقى كويسه. سوبرمان رفض، فباتمان طعنه هو وابنه ببلاك كريبتونايت. ولو ما تعرفش البلاك كريبتونايت تاثيره ايه على الكريبتونيين، فهو بيخليهم يتجننوا. المهم ان باتمان كان قاعد بيضحك وهو بيتفرج عليهم وهما بيتجننوا وبيشقوا لويس نصين وبعدين بيموتوا بعض، وبكده باتمان اتحول تماما لباتمان هو لافز. قام سكان ايرث 22 ضده، بس بروس اباد كل اللي جه على سكته. اخر واحد واجهه كان الفريد اللي كان هيتمكن من هزيمته في البات كيف، بس بروس اقنعه ان لسه في امل عشان ينقذه، بس باتمان خدعه وسجنه لفتره طويله، وده دفع الفريد للجنون عشان يرجع خادمه مرة تانية. بدأ عالم باتمان يتلاشى لحد ما وصل بارباتوس. لو ما تعرفش مين هو بارباتوس، فده المعروف باسم باد جاد. استغفر الله، كل مرة الحاد كده. المهم يعني ده كائن تم إنشاؤه لاستهلاك الأكوان اللي بتحتضر. بارباتوس كشف لباتمان عن بقية الأكوان المتعددة المظلمة وخططه لملاحقة المالتيفيرس، اعتقادا منه إنه فاشل مثالي لمساعدته، وخلاه راس الحربة لخططه لسحب البشر كلهم للظلام. بس كده. لو عجبك الفيديو بقى متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لان ده هيشجعنا جدا اننا نكمل، وعشان تشوف بارت 2 والحلقات الجايه. والقاك يا صديقي في فيديو جديد.